سلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، واهلا بكم في يوميات منال وتوته. اللهم ارحم ابي واغفر له واسكنه الفردوس الاعلى، اللهم امين. حبايبي، طبعا انا بقالي فتره ما صورتش بسبب وفاه الحاج وكده، فان شاء الله كده احاول ابدا معاكم كده ون ايه انقل حبه حبه لغايه ما اقدر ان شاء الله ارجع اصور زي الاول. طبعا الفيديو دوت هيبقى ايه، هو عباره عن اكل عزومه لاخو جوزي. كان عامل عزومه لاصحابه، وبصراحه قصدني اعمل له الاكل، فانا قلت ايه فرصه اصور واحاول ارجع ايه انزل حاجات على القناه وكده، فقلت دي احلى حاجه ايه ممكن انزلها في الاول. تمام. طبعا انا بعمل له مكرونه بشاميل، حطيت طبعا عشان معلش خدتكم في الكلام، حطيت بصل وزبده وعصقتهم شويه، وبعد كده حطيت فيهم اللحمه، وزي ما انتم شايفين كده بقى طبعا ايه احط لها ملح وفلفل. ماشي. وبعد كده بحط معلقتين صلصه، اعذروني عشان في حاجات في الفيديو بتفوتني، بقالي كتير بصراحة ما صورتش، فكان بالنسبة لي بتعلم من جديد. آه، فاتتني المكرونة البشاميل اللي طبعا كنتش لسه خدت قرار ان انا اصور، سلقتها. المهم، دي المفروض الدقيق ولبن بودرة، عشان انا بحط على البشاميل لبن بودرة. ماشي. حطيت دقيق ودوبته في ميه. للستات اللي قالوا لي انت بتحطوش على اللبن على طول ليه، لا ده عشان البنات اللي مثلا عايز تعمل بشاميل وما بشغلش منها تعمله بالطريقة دي. ده طبعا ايه كيس بشاميل انا هحطه اهوت. ماشي. برضو دوت حطيته مع الدقيق واللبن. بيخلي البشاميل بيبقى عامل زي الكريمه. تمام. بغلي اللبن انا يا جماعه ما بحمرش دقيق، لان كده بجد اجمل بكتير جدا، جربوها يعجبكم قوي الطريقه ديت، بتبقى عامله فعلا زي الكريمه. تمام. انا كده طبعا انا غليت اللبن اهم دول 3 كيلو. بصراحه بصوا بقى، انا عملت المكرونه وعملت البشاميل وعصقت اللحمه ديت، ورجعت زودت لحمه تاني، لان انا عملت 4 صواني والكميه ما كانتش قد ال4 صواني، اللحمه كانت قليله، فاضطريت زودت تاني. ماشي كده. انا خلصت البشاميل وبقى تمام، رحت طافيه النار عليه وحاطه فيه مكعب ايه زبده كبير، حتى لو هتاخدوا بالكم هيبان لسه منه ما مسحش كامل، فهتلاقوه حتى هنا بص قطعه منه هي كده اجمل، وبيبقى المكرونه خفيفه وحلوه قوي، وغير يعني غير موضوع التحمير. ولو قعدت، عارفين لما بتحطوا الجبنه الموتزاريلا في المكرونه البشاميل او في اي حاجه وتبقى طريه، بتبقى جميله جدا. البشاميل ده بيبقى بنفس الطريقه. لو المكرونه قعدت وحطيتيها في التلاجة ورجعتي عايزه تاكليها تسخنيها، بترجع كانك لسه عاملاها بطريقه البشاميل ده فايده انك ما تحمريش الدقيق، لان دي لما بتحمريه بيخلي البشاميل ينشف، انت تيجي تقطعي المكرونه تلاقيها قطع سليمه جامده كده، لكن كده بيبقى طري، واللبن البودر بيخليه حكايه بجد. تمام كده. طبعا انا هحط طبعا اللحمه، انا بحط صلصه في لحمه البشاميل. ماشي. انا بصوا بقى، انا بقالي طبعا عشان الحاج وكده الله يرحمه، انا قعدت اكتر من 8 شهور انا ما نزلتش فيديو من يجي 8 شهور. تمام. وكان قبلها المفروض ان انا كنت بوضب في الروف، فلما الحاج تعب انا ايه يعني ما صورتش. انا صورت اول يعتبر اول يوم بس، وبقيه الايام طبعا العمال كانوا بيشتغلوا وانا مش موجوده، لان هو كان ابتدى يتعب، فكنت ما كنتش بعرف اصور، كنت بسيب العمال تشتغل، وايه ما كنتش بحضر يعني الشغل وكده. فان شاء الله الفيديوهات اللي جايه لو عايزين تشوفوا الروف اتعمل ازاي، انا يعني اتغير من حاجه لحاجه تانية خالص، فعايزاكم ايه تشوفوا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه باذن الله. هنزل لكم حتى لو حاجات بسيطه كده، وان شاء الله انا مش هطول لكم في الفيديوهات، يعني هخلي احنا الفيديو بتاعي ان شاء الله مش هيزيد عن 10 دقايق ايا كان التصوير ان شاء الله. فعايزاكم تتابعوني ان شاء الله معايا في الفيديو قصدي على القناه، وباذن الله الروف هيعجبكم، هتستفادوا منه بحاجات كتير قوي، من مكان بدون سقف. ماشي. هوريكم عملت فيه ايه، وهتبقى حاجات جميلة جدا ومش مكلفة للدرجة المهولة اللي بالكم فيها يعني. طبعا انا خلصت البشاميل، دول كانوا 4 صواني زي ما قلت لكم، ان انا زودت حتى موتزاريلا وجزر، بشرة جزر كده وحط عليه. هعمل الرز البسمتي. حطيت ورق لوري وحبهان وقرفة. ماشي. وطبعا هشوحهم شوية حلوين كده عشان يدوا الطعم والريحة للرز. ماشي. المفروض ان انا كده هضيف بصل بودر، وهحط شعرة توم. هو الافيد ان انا يعني في ناس كتير بتحبش التوم في الرز، بس بيديله تكة كده حلوة، ما تكتريش، حطي على قد كده.
كده بشوحها تشويحه كده جامده، عشان القرفه الخشب دي بجد حكايه. حطيت بقى كركم والبصل وشعر التوم، ودي توابل كبسه، بس هتبقى حلوه في الرز ده قوي، طعمها حلو قوي التوابل ديت. هنا هزود ميه سخنه اهوت. هحط معيار الرز. بصوا بقى، هو طبعا بالنسبه للمقادير اللي بنقول مقادير والكلام ده، المقادير كوبايه الرز عليها كوبايتين ميه. انا ما بعملش كده، انا بحط بنظره عيني كده، بعرف الرز على قد قصدي الميه على قد الرز بالظبط. يعني ببص كده بعرف قد ايه. لكن طبعا اللي لسه هي يتعلموا او عايزين يعملوا رز، كوبايه رز البسمتي عليها كوبايتين ميه. وعليه، وبعدين انا ما بنقعش الرز. في ناس كتير بتنقعه بصراحه عشان يزيدوا، عشان يبقى طري والكلام ده. هي والله مش بتفرق كتير. بالعكس انا شايفه ان هم بتحط كده سليم احلى. يعني بتغسلي عادي غسيل عادي زي ما بتغسلي الرز البلدي وتحطيه. طبعا دول 4 كيلو رز. ماشي، هوريكم بالكميه دي بسم الله ما شاء الله. يعني شوفوا 4 كيلو رز اهم. وهقول لكم يا سيدي، اقول لكم المقادير بعد كده، بس نمشي خطوه خطوه. وهوريكم انا عملت له كميه اكل بسم الله ما شاء الله قد ايه. دولت 15 ورك. هو بصوا يا جماعه، التصوير ما بيجيبش الحاجه بجد يعني بحجمها. دي توابل. انا هقول لكم الاول على التوابل: فلفل وكمون وملح وبصل بودر وتوم، ماشي، وكزبره وملح. بدعك بيهم الفراخ الاول، ماشي، على اساس ايه؟ لان انا كنت بعمل في نفس اليوم، مش قبلها بيوم ولا حاجه، بجهز. بدعك الفراخ جامد عشان انا عايزه الفراخ تبقى حقيقه، اللي ياكلها ما تبقاش ايه. بصوا انا بقلب فيها مش عاجباني. آه هروح دعكاها دعكه حلوه وركناها عشان تتملح. هنا كركم، ماشي، وتوم، لا بصل، وبصل وبابريكا وكركم وبابريكا وبصل بودر، ماشي، وزيت. ده زيت اللي انا حاطاه في البوله دوت، ده زيت. هدعكهم جامد. انا خلاص هي كده مش محتاجه ملح. ادعكهم جامد كده واتاكد ان هم بقوا عاملين زي الصوص كده، ماشي. وهروح، بس انا هنا مش مكتره البابريكا. بصوا الكركم اكتر لاني عشان يديني اللون دوت. وبدعكهم وبركنهم على جنب لغايه ايه ما اشوف انا هسويهم. بس برضو حطيتهم حتى في كركم والكاري والحاجات دي، برضو ركنتهم شويه عشان ياخدوا ايه الشكل. بعد كده الصاجه بتاعه الفرن لفيتها بورق فويل، وزي ما انتم شايفين كده هرص اهو. طبعا دي الوراك انا قطعتها زي ما قلت لكم عشان بجد كانت كبيره، ماشي. انتوا متخيلين ده يعني ده الصاجه بتاعه الفرن مش صغننه برضو، يعني مش، بس برضو الكاميرا جايباها صغير. على فكرة أنا نقلت في الشقة بتاعت العيلة، أنا في بيت العيلة دلوقتي، وإن شاء الله أوريكم بإذن الله الشقة، بس أفوق كده بإذن الله وأحاول أرجع أصور زي الأول، وأوريكم بقى الشقة اللي في بيت العيلة شكلها عامل إزاي وصغنونة إزاي، وبعملاها وفرشاها يعني مساحة صغننة جدا ومستغليها في إيه، وهوريها لكم إن شاء الله. طبعا أنا كده حطيتهم أهو. بصوا ما حطيتش أي دهون زيادة عن الزيت اللي كان في الخلطة، ماشي. سويتها سويتهم، وبعد كده دخلتها ايه على الشوايه. بصوا خدت لون، بقت جميله اهي، سهله جدا وطعمها حلو جدا. هنا طبعا المكرونه البشاميل انا بعت لكم الحاجات اللي اتعملت. هو كان جايب 6 كيلو كفته. من الكفته اللي انا بجيبها، اللي انا كنت فاكرين لما كنت بقول لكم انا بجيب كفته وببيعها والكلام دوت، انا جايبه له 6 كيلو. بس بصراحه لان انا الشقه اللي بيت العيله بتجوزها مش كبير قوي، فما كانش ينفع اشوي فيها الكفته. فهو شفاهم إيه؟ شواهم عند كبابجي، ماشي، وجابهم لي مشويين جاهزين كده. المكرونه سويتها اهوت، والفراخ سويتها، ماشي. والرز بقى طبعا انا ما وريكوش يعني ما صورتوش هو لسه وما استوى وكده. بس هنشوف دلوقتي ايه بعد ما استوى. هنشوف كده خلصت مكرونه بشاميل وفراخ وكفته والرز البسمتي. هوريكم بقى انا رصيت له كام صينيه، ماشي. وهو طبعا جاب بقى المخللات والحاجات المقبلات اللي هتبقى على السفره وكده والترابيزه اللي هياكلوا عليها. وبصوا عملت له ايه بقى. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا ده ايه، دي العزومه. هو واصحابه اهو بيشكروا في الاكل جدا. ويا رب تكون الحاجه عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس.